السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد طلب مني سهم القلعة. تمام. السهم ده بصراحة أنا أعرفه كل حاجة، بس أنا يعني إيه مش مركز يعني. أيوة أعرف أسمع عنه وبتاع، مرة دخلت فيه كده كتريدات سريعة. بس لما واحد طلب مني إن أنا أشوفه فبصيت عليه، لقيت إن هو سهم هنفهم دلوقتي إيه اللي حصل فيه من أول بداية التداول عليه. تمام. السهم ده بداية التداول عليه كان ب13.85. بعد كده خدها الكلام ده كان سنة كام؟ الكلام ده كان 2009. وبعد كده خدها هبوط. بس الميزة ان الهبوط ده حاجة اسمها هبوط تصحيحي. هبوط مش دافع، مش دافع يعني ايه؟ يعني هبوط تصحيحي. يعني السهم بيقولك ان انا فيما بعد او في يوم من الايام هكون سهم صاعد، مش هكون سهم هابط. معناها كده، معناها انا نازل بس كده ايه زي كده بخسر ناس. نازل عشان انا اجمع فيه، فاهم معنى ان انا نازل كده هبوط تصحيحي؟ ان انا السهم ده نازل او كميكر او كمؤسسات ان انا عشان اجمع فيه. ادي الفكرة. تمام. خلص الهبوط التصحيحي بتاعه. وبعد كده عمل لنا ايه؟ عمل لنا هنا بداية حاجة اسمها موجة صاعدة. هننزل مثلا على الشهري اهو. هنا واضحة معانا جدا بداية موجة صاعدة اهو. هنا بداية موجة صاعدة. هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. نزل لها تصحيح يعني تقريبا كده تصحيح كامل للموجة. يعني ايه؟ جه عند آخر قاع الموجة، بس أهم حاجة مكسرش القاع، فكده نعتمدها إن دي موجة واحد. وبعد كده عمل لنا صعود تاني هنا. عمل لنا موجة تانية رقم واحد برضو، هنحسبها ان هي واحد. تمام. واحد في الموجة التالتة الكبيرة اللي هي هتيجي لنا بعد شوية. الموجة التالتة اللي هتيجي لنا ايه الايام اللي جاية، يعني الشهور اللي جاية. ادي كده واحد اتنين كده تلاتة أربعة خمسة. عمل لينا موجة واحدة تاني. فكده خلص لنا الموجة الأولى والموجة اللي هي الأولى من التالتة. طيب السهم ده المتوقع بتاعه ايه؟ انت طبعا ايه مش هتصدق ان هو السهم ده ممكن يروح فين. السهم ده هيبقى زيه زي الأسهم اللي هي عملت طفرات. يعني ايه؟ فاكرين مثلا حديد عز كان بكام وبقى بكام؟ السويدي كان بكام وبقى بكام؟ طلعت مصطفى كان بكام وبقى بكام؟ هرمس كان بكام وبقى بكام؟ بالم كان بكام وبقى بكام؟ واخيرا اللي هو اسمه ايه ده؟ كل طبعا اموك اسمه الدلتا للسكر. كل الاسهم دي كانت بكام وبقت بكام. السهم ده ماشي على نفس الطريقة ونفس الشكل. تمام. ونفس اللي هيعمله زيه زي الأسهم دي كلها اللي عملت ايه؟ عملت صعود تاريخي. فاهم؟ صعود اللي هو ايه؟ انت متتخيلهوش حاليا، بس لما يحصل هتقول ايه ده هو السهم عمل ازاي الكلام ده. الفكرة في الصعود اللي جاي هيبقى صعود مش طبيعي. فاهم؟ ان انت داخل على اعنف موجة صعود اللي هي رقم 3 من 3. والموجة دي يعني ممكن توصلك للقمة بتاعته تاني عادي خالص. ما فيش اي مشكلة لو وصل للقمة دي. هل انت تتوقع ان لما السعودي كان مش عارف بكام ب6 جنيه كنت تتوقع انه يوصل 100 جنيه؟ ما كنتش تتوقع. والسهم ده نفس الحكاية، هيعمل نفس الحكاية السهم ده. انا شايف ان هو فرصة. هو بس انا عيب السهم ده او هو العيب الوحيد فيه السهم مش قوي ماليا. اللي هو انا يعني اسمع ان شركة بتخسر، شركة مش عارف عندها ديون، شركة مش عارف ايه. ده العيب الوحيد في السهم ده. بس يعني برضو احنا بنشوف اسهم كتير اصلا خسرانة وهي اللي بتعمل صعود. فانا برضو شايف يعني سبب ممكن مش هو اللي يعطل الصعود مثلا. ياما اسهم خسرانة وبتعمل صعود قوي. فهو برضو يعني ايه وجهة نظر، يعني ان في ناس تشتري سهم يكون سعره مثلا زي كده او في قاع، ويكون حتى شركة بتخسر وكل حاجة ومثلا عليها ديون، في نفس الوقت بيستنى او ايه تظهر اخبار ايجابية او الشركة تتحول للربحية. فده طبعا هيعمل لك صعود قوي في السهم. فدي برضو وجهة نظر في ناس كده. فاهم؟ فهو حتة ان هو ضعيف ماليا يعني ممكن مش هي اللي تأثر في الصعود او في الهبوط يعني. ده اللي لاحظته.
فالسهم ان شاء الله في صعود قوي قوي جدا، انت مش هتتخيل الصعود ده. طبعا الناس اللي هي محبوسة في القمم دي، اللي عند 63، عند 4، طبعا أول ما هيجي السعر عندهم فاللي هو هيصدق إن فلوسه طبعا رجعت ليه كاملة، يقول لك بس خلاص يخرب بيت التداول والبورصة والسهم، وأنا هبيع واستنى بقى السهم خلاص ولا أشوف سهم تاني، ويصدق ما ياخد فلوسه ويخرج من السهم. طبعا يبقى كده هيتفاجأ إن السهم مش بينزل، خلاص مش هينزل تاني. هتتفاجأ إن السهم هيروح لك لقمم بعيدة خالص. بعد كده يروح يقول يا ريتني أنا ما كنت بعت السهم ده. يعني أنا صبرت شهور وصبرت سنين، في الآخر ما كسبتش حاجة. فده يعني، وكمان المحبوس في الأماكن العالية دي بعد كده فرصة للتزويد أو فرصة للمتوسطات حاليا في الأسعار دي أهو. ده على الأسبوعي والشهري، وهنفتح على اليومي برضو. حتى على اليومي اهو، اليومي بيعمل لنا موجات صعبة. يعني السهم ده بيجمع بشكل مش طبيعي، يعني في تجميع للصبح السهم ده اهو. هنا برضو بيعمل لنا موجات صعبة. يعني اي تريحة في السهم ده، اي هبوط في السهم ده ان شاء الله للشراء، الاكيد ان شاء الله اهو. يعني اي هبوط في السهم ينزل لك هنا، ينزل لك هنا 72، 32، اشتري وعبي زي ما انت عايز ان شاء الله. يعني السهم ده ان شاء الله ليه صعود قوي جدا. تبص كده نرجع تاني على 3 شهور، اوريك برضو حاجة، يعني حاجة نتعلمها كده على 3 شهور. انا هجيب المجدي لل3 شهور. بص المجدي على 3 شهور قريب خالص من خط الصفر، تمام. الشهور الجاية المجدي هيطلع في خط الصفر وحدين بس. يعني اول ما يطلع في خط الصفر ويعمل تقاطع لخط الصفر، بعد كده هتشوف عواميد خضرة هنا. هتجيلك هنا عواميد خضرة، مش عواميد، هتبقى ابراج خضرة، يعني عبارة عن ابراج خضرة كده، عواميد طويلة جدا خضرة. يعني افتكر حتى الكلمة دي. الشهور الجاية أو الشهور الجاية، ال3 شهور الجايين، ال4 شهور، السنين اللي جاية، هتبص هنا تشوف عواميد خضرة كتير خالص، تتعدى حتى العمدان دي. فده ان شاء الله سهم ايجابي جدا، بس هو عيبه الوحيد حكاية ان هو مش قوي ماليا. ده العيب الوحيد اللي انا شايفه بس. وشكرا. كمان بص كده يعني على العواميد الخضر تحت ده الفوليوم، تمام. السهم دخل فيه فوليوم، ما دخلهوش من اول ما عملوا التداول عليه. شايف العواميد الاخضر اللي تحت دي؟ ده طبعا شراء الميكر وشراء المؤسسات وشراء الناس اللي معاها السهم. يعني هنا مثلا في الصعود، من اول الصعود ده يشتروا يعني كل الفوليوم ده، تمام. بعد كده يعملوا تريدة عكسية، يروحوا جايين كده يبيعوا بقى علينا او على الناس اللي اشترت معاهم، يبيعوا عليهم اهو، ويعمل لك هبوط. شوف حتى الفوليوم في الهبوط هنا فوليوم قليل. هم دول بيبيعوا طبعا على الناس، يبيعوا عشان يخوفوا الناس، وهم بعد كده يرجعوا يشتروا اضعاف اللي باعوه اهو. بعد الصعود يعني يشتري لك اضعاف اللي هو باعه في المنطقة دي. فالسهم فيه يعني تجميع واضح جدا، والسهم اوشك على الانفجار. خلال شهور السهم ده هينفجر باضعاف سعره، ممكن 3 اضعاف 4 اضعاف، وهيخرج من بره القمم دي كلها. فجأة كده هتلاقيه بره القمم دي كلها، فاهمني؟ انت بقى قاعد تستغرب تقول ايه ده، هو ايه اللي حصل في السهم ده؟ زيه زي الاسهم كلها اللي عملت طفرات. زي يعني شوف انت هرمس كان بكام مثلا 2023، وشوف بقى بكام. شوف ابن سينا، شوف طلعت كان بكام. شوف كل الاسهم اللي عملت طفرات، السهم ده هو اللي هيعمل طفرة الفترة اللي جاية.